أرابيسك واحد من أكتر المسلسلات اللي ناس كتير بتجتمع على حبها. من بين كل الأعمال اللي قدمها أسامة أنور عكاشة هتلاقي أرابيسك فيه حاجة مختلفة، وده اللي شفناه في القصة اللي أبدعها قلم عكاشة. وقرر يحكي لينا عن مهنة الأرابيسك اللي بيمتهنها بطلنا حسن أرابيسك، اللي في نفس الوقت بيرفض يقول عن نفسه صنايعي وشايف نفسه فنان. حسن ورث المهنة دي عن جدوده وتعلق بيها وارتبط بيها، وكانت ورشة المحروسة هي بيت حسن الأول اللي بيرتاح فيه وبيحس بالهدوء والسكينة فيه. المسلسل بدأ عرضه سنة 1994، وناس كتير بتعتبره دورة أعمال صلاح السعدني. وقت عرض أرابيسك الشوارع كانت بتفضى، والقهاوي كانت بتتملي على آخرها عشان تشوف حسن أرابيسك وتوحيدة ووفائي ودكتور برهان وغيرهم من الشخصيات الحلوة اللي اتعلقنا بيها. من الحاجات اللي بتميز المسلسلات القديمة عن المسلسلات الجديدة هي التترات. بس التتر في أرابيسك ما كانش مجرد أغنية حلوة الجمهور بيردد كلماتها، ولا حتى صوت جميل بيجذب المسامع ليه. التتر كانت فكرته حلوة جدا وسبق عصرها في وقتها. أنا أول مرة أشوف تتر بيعرفك على الشخصيات ونواياها، وجوز أخته الشرير المنتصر بالله دي أكتر حاجة ممكن تلفت نظرك وأنت بتتفرج على تتر أرابيسك. أرابيسك ما كانش غني بس على مستوى القصة والإخراج، ده كمان كان غني إنتاجيا. الحقيقة قطاع الإنتاج من أهم المنتجين في الدراما المصرية، وميبخلوش بحاجة على صناعة المسلسلات. انت اكيد حبيت صلاح السعداني في دور حسن ارابيسك وشايف ان هو انسب اختيار، بس هتعمل ايه لو قلتلك ان صلاح السعداني كان الترشيح الخامس للدور؟ الترشيح الأول للدور كان أحمد زكي، هو أول واحد اتعرض عليه شخصية أرابيسك. والحقيقة أحمد زكي كان هيليق عليه الدور جدا، خصوصا إنه عمل أدوار مشابهة لشخصية حسن أرابيسك قبل كده. وكمان ملامحه المصرية وسماره بتأهله إنه يكون فنان أرابيسك ساكن في حارة شعبية، يعني الناس هتصدقه. أحمد زكي أول لما قرا سيناريو المسلسل أعجب بيه جدا، لكنه وقتها للأسف كان بيصور فيلم ناصر 56، فطلب إنهم يأجلوا تصوير أرابيسك شوية لحد ما يخلص فيلمه. وده اللي رفضه عكاشة لأنه كان عايز يعرض المسلسل في رمضان. بعد كده عرضوا أرابيسك على عادل إمام، ولكن عادل إمام كان بيتدخل في السيناريو كتير وطلب شوية تعديلات من عكاشة على النص، فرفض عكاشة. بعد كده عرضوا الدور على محمود عبد العزيز. في البداية الساحر وافق وكان متحمس جدا انه يشتغل في المسلسل، لكنه بعد كده غير رأيه ورفض يشارك في أرابيسك لسبب غريب جدا، انه قرأ خبر في جريدة عنوان الخبر ده بيقول محمود عبد العزيز بديلا لعادل إمام في أرابيسك. والخبر ده هو اللي ضايق محمود عبد العزيز ومرضيش يعمل الدور بسببه. بعد كده الدور كمل لفته وراح ليحيى الفخراني، لكنه اعتذر عنه بسبب انه كان بيصور مسلسل تاني هيتعرض في رمضان. نهاية المسلسل الأصلية كواليس تصويرها كانت غريبة جدا، لا هي ما كانتش غريبة زي أمينة اللي عبد الوهاب حبها. نهاية المسلسل الأصلية بتنتهي على إن حسن ما اتجوزش توحيدة، وبسبب إن نهاية المسلسل اتسربت وده معجبش المشاهدين، عكاشة قرر يغير النهاية فصوروا نهاية تانية في نفس يوم العرض بتاع الحلقة الأخيرة، تخيل. ودي كانت نهاية سعيدة شوية، النهاية بتقول إنهم اتجوزوا وخلفوا بنت اسمها دنيا. فكرة أرابيسك ما كانتش مجرد خيالات في عقل أسامة أنور عكاشة، دي حقيقة. عكاشة حكى نزار خان الخليلي قبل كده، وهناك شاف راجل صنايعي بيشتغل في الأرابيسك اسمه علي حمامة، وعكاشة عجبته شخصية علي فقرر إنه يستلهم شخصيته ويكون هو بطل مسلسله الجديد، خصوصا إنه كان بقاله فترة بيدور على فكرة لمسلسل يعبر عن الشخصية المصرية. ومن هنا عكاشة جاتله فكرة حسن النعماني اللي قدمه لينا على إنه الإنسان المصري الضايع. حسن كان عنده إمكانيات كتير لكن الظروف اللي حواليه كانت دايما معنداه. ابعتي هات المأذون، انا هتجوزك. حسن، قبل معروف. فر عليها وبرمي بياضي. لا لا خضري، السوق ده في شغل. طيب ليه في ناس كتير ما بتحبش شخصية حسن أرابيسك وشايفاه بطل مزيف؟ الإجابة ببساطة في أول حلقة بنشوف شخصية حسن البطل الفاشل اللي مش قادر إنه يواكب التطور. المعلم ساب ورشته وصنعته وقعد يقول أنا راجل فنان زي العبيط، ومش بس كده ده راح يحشش وضيع بيته وابنه. وطبعا هنا الكل مجرم في نظر حسن، هو الشريف الوحيد. أعتقد إن أسامة أنور عكاشة تعمد إن شخصية البطل تكون فيها سلبيات كتير زي أرابيسك،
وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم، هل فعلا شايفين شخصية حسن أرابيسك بطل مزيف؟ اكتبولي رأيكم في التعليقات، وياريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.